اجعل الرأس رأسين. شو معنى هذا الكلام؟ لما أنت بتاخذ قرار إنك تفتح مشروع خاص، حاول دائما تحط ببالك أنا كيف ممكن جيب رأس مال ثاني من هذا المشروع نفسه، لحتى أحسن أنا أحط أو أفتح مشروع بيكمل هذا المشروع، أو موضوع توسعة، أو فينا نعتبر إنه أنت صاحب مهارة وعم تقدم مهارات، عم تقدم خدمات بالنسبة لمهاراتك. بعدها قررت إنك تفتح تيم، بعدها اشتغلت مثلا نعتبر على بناء شركة لإلك، مشروع خاص، متجر إلكتروني. حاول دائما تشتغل على موضوع جعل رأس المال هذا تجيب رأس مال ثاني. تمام. ممكن أنت تبلش تعطي كورسات، تفتح أكاديمية، ممكن تشتغل على فينا نقول بيع بالعمولة بنفس النطاق. دائما نشتغل على موضوع جعل الرأس رأسين. حاول دائما كيف أنا ممكن أجيب مبلغ تاني أو أرباح تانية تكون هي رأس مال لحتى أبدأ مشروع تاني، مصدر دخل تاني، بس كلهم بنفس النطاق. حاول ما تشتت حالك. فممكن أنت تبدأ بمشروع